هذه الفتنة تكون أولا فيما يتعلق بالشهوات، شهوة الفرج وشهوة الفم وشهوة البدن الجسد. أما شهوة الفرج فهي فتنة النساء، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وإنما كانت فتنة بني إسرائيل في النساء. هذه الفتنة لها أسباب ولها دواعي، وكلما كثرت أسبابها ودواعيها وانتفت موانعها كانت الفتنة بها أشد وأعظم. فمن الأسباب مثلا أن تخرج النساء سافرات الوجوه متجملات الثياب متطيبات الرائحة في الأسواق ومجامع الرجال، فإن هذا من أسباب الشر والفتن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في النساء اللاتي يخرجن إلى المساجد للعبادة والصلاة، قال: وليخرجن تفلات، أي غير مطيبات ولا متبرجات بزينة. وقال عليه الصلاة والسلام: أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء. وإنما خص هذه الصلاة بناء على الواقع، وإلا فجميع الصلوات مثل صلاة العشاء. أي امرأة أصابت بخورا فلا تخرج من بيتها، لا إلى المساجد ولا إلى المدارس ولا إلى قضاء الحاجات، بل تخرج غير متطيبة ولا متبرجة بزينة، لأنها إن خرجت متطيبة أو متبرجة بزينة كان ذلك من أسباب ودواعي الشر والفتنة. ولا تحقرن شيئا من ذلك، لأنها ربما تقول عن نفسها إنها آمنة، وربما تقول إن الناس في خير وصلاح، ولكن هذا من باب الأماني، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ولذلك جاءت النصوص بسد جميع الذرائع التي تؤدي إلى هذه الفتنة، فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تسافر امرأة بلا محرم، ونهى أن يخلو رجل بامرأة بلا محرم. لماذا؟ لأن السفر مظنة البلاء والشر والفتنة، فكان لا بد أن يكون للمرأة محرم إذا سافرت، سواء سافرت إلى عبادة كالحج والعمرة، أم إلى زيارة قريب، أم إلى عيادة مريض، أم إلى أي سبب، إلى أي غرض من الأغراض، فإنها لا تسافر إلا بمحرم خوفا من الفتنة. ولقد تساهل النساء اليوم في هذا، فصار بعضهن يسافر بلا محرم بناء على الثقة بأنفسهن وعلى الثقة بمن يصحبهن في السفر. وهذه الثقة إذا قدر السلامة معها فإنه قد يأتي سفر لا يمكن أن تكون السلامة معه. ولهذا لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، قام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك. ولم يقل له هل المرأة شابة أم عجوز، هل هي جميلة أم قبيحة، هل معها نساء أم لم يكن معها نساء، هل هي آمنة أم خائفة، بل قال: اترك الغزو وانطلق وحج مع امرأتك. وكذلك أيضا الخلوة بالمرأة، تساهل بعض الناس فيها كثيرا، حتى كانت الفتاة الشابة تركب وحدها مع السائق الأجنبي، والذي لا يمكن أن يدرك الإنسان مدى عفته، وهل هو رجل عفيف أمين أم على العكس. هذه من الفتن التي يجب على
المسلم أن يتجنبها وأن يبتعد عنها وأن يحذر ما حذره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها.